على كل حال انا اسفه جدا، جوعتك معايا وعملت لكم ربكه. يا حبيبتي انا عامل عليكي انت قاعده مع واد حرامي سوابق، بتضيعي وقتك ووقت الحكومه في مسائل ما منهاش فايده. لا يا يحيى، الواد ده هيجي منه نتيجه وهتشوف. يا حبيبتي انا ما بكسرش مقاديفك، بس كل الاساليب اللي من النوع ده ما افتكرش انها نجحت. ده حتى الطفل يا وفاء في تربيته اذا ما كنتيش تضربيه احيانا او على الاقل تقرصي ودنه مش هيتعلم، مش هيتقدم. لا 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 يا يحيى، بعض علماء النفس قالوا انه ضرب الطفل ده مرفوض تماما. شوف ما اقول لك، م. اللي سمع راي بعض علماء النفس دول وتهاون مع اولاده هو اول واحد بيصرخ منهم بعد كده. انا ما بقولش نضرب لدرجه الاذيه، لكن ضرب معقول ولما يكون في سبب يستاهل، ده بالنسبه للاطفال، فما بالك بالكبير. اذا ما كنتيش هترضعيه ايه اللي هيرجعه لصوابه؟ ومن شب على شيء شاب عليه. بص بقى، م. انا اللي بيعجبني فيك تمسكك بوجهة نظرك، وبيعجبني في نفسي تمسكي بوجهة نظري، واللي عاجبني كمان الاكل اللي قدامي ده. طب يلا كلي بالهنا والشفا. لازم ناكل بسرعه يا حبيبي عشان وقت العيانين، وعشان كمان الحق اروح لماما. رايح فين يا جدع انت؟ داخل عند البيت ظابط هانم كده من غير لا احم ولا دستور. طيب احم ودستور برضه ما تخشش. الله، انتوا قلبتم عليا ولا ايه؟ حضرة الظابط لسه ما جاتش. اهلا يا عتريس. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، افتح الاوضه. افتح الاوضه محمود. حاضر يا فندم. كويس قوي انك جيت في ميعادك يا عتريس، الظاهر ان مواعيدك كويسه. المواعيد عند الحراميه مظبوطه قوي. ليه بقى؟ عشان احنا هجامين بنحدد ساعه الصفر، بنعمل دراسه في الوقت الفلاني هيكون اهل البيت نايمين، ويكون عسكري الدوريه مش في الحته دي، وتكون العربيه اللي هتشيل البضاعه وصلت، واقل غلط في الميعاد ممكن يبوظ العمليه. اصل احنا يا حراميه. وبعدين في ايه؟ انا مش عايزه كل كلمه والتانيه تقول الحراميه وانا حرامي والكلام الفاضي اللي بتقوله ده انا مش عايزه اسمعه. وانا هنسى اصل حضره الظابط هانم؟ انت اصلك مش حرامي، مفيش حد اصله حرامي، الناس كلها بتتولد كويسه يا عتريس. وبعدين البني ادمين هي اللي بتخلي بني ادمين تانية بيبقوا حراميه وقتالين قتله. فهمت جدا، وده اللي انا عملته مع المنجاوي. مين المنجاوي ده؟ المنجاوي ده اول واحد سرقته في حياتي، لان هو ده البني ادم اللي ذل بني ادم زيه وقطع عيشه، فبني ادم تالت خد حق البني ادم الاولاني اللي زيه. لا 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 مش فاهمه. ابويا كان بتاع صابون، كان بياخد الزيت والصودا الكاويه من المنجاوي ده. السبوبه عجزت مع ابويا شويه، ليه وليه؟ المنجاوي ما رضيش يدي لابويا بضاعه وحبس انفاسه وذله وحط مناخيره في الارض، مع ان ابويا ده ياما كسبه، ونسي ان ابويا عنده 11 12 قولي 13 عيل. عشان كده اول حاجه عملتها بعد خروجي من الاصلاحيه اني سرقت البني ادم ده وخليته على الحديده، وما استريحتش الا لما شفته ماشي اهطل في الملاحات بقول ابا 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 ابا. ربنا بيسلط ابدان على ابدان. كلام حضرتك تمام. على فكره انا كمان بكتشف انك نبيه جدا. يبقى انا خساره في السرقه يا جدعان؟ طبعا خساره جدا. اسمع. نعم. تفتكر ايه الحل؟ جينا بقى للي معرفوش. لا، الحكايه سهله جدا. ازاي؟ لو لقيت شغلانه محترمه تحقق لك حياه كريمه يبقى ما عندكش سبب تسرق. مظبوط. تحب تشتغل ايه؟ يا حضرة الظابط يا حضرة الظابط اي شغلة تاكل عيش، بس على فكرة انا اكلتي كبيرة. اسمع. نعم. ايه رايك في التجاره؟ اشتغل شهبندر تجار؟ ممكن توصل لشهبندر التجار، بس اكبر تاجر بيبتدي من الصفر. هسرح بقفص طماطم واقول مجنونة يا طماطم؟ لا، هخليك تبتدي بدايه احسن من كده بكتير. فلايات ومشابك غسيل؟ كشك. كشك؟ كشك فيه ورق مناديل، شوكولاته، حاجات ساقعه، لعب للاطفال. بس ده بيعوز مبلغ كبير. وانت مالك، الحكومه هتدفع لك علشان تبتدي. الحكومه هتدفع لي انا ان شاء الله. حضرتك ماليه ايدك من الموضوع ده. انت ابن البلد ومن حقك علينا اننا نوجد لك فرصه للحياه الشريفه. عليا النعمه كلامك بلسم. بيفكرني بمرهم الحاج محمود. مين الحاج محمود ده؟ بتاع شربة الحاج محمود. انا في حلم ولا في علم؟ حضرة الضابط المحترمة بتتبسط معايا وتضحك على كلامي. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. والكشك ده امتى؟ حالا. انا هبتدي في الاجراءات والتصاريح من بكره ان شاء الله، وفي خلال 15 يوم بكتير هيبقى عندك كشك يا عتريس. ربنا يسمع منك ويخليك ويسترها معاكي ويقدرنا انا والحراميه ونرد لك جميلك. انت ومين؟ انا والقهوجيه. خد يا عتريس. ايه دول؟ دول 50 جنيه سلف، وتبقى تديهم لي لما الحال يمشي معاك. ايوه لكن ما هو انت من اللحظه دي مش هتمد ايدك ولا ايه يا عتريس؟ ما انا معايا فلوس. معلش، جرب الفلوس دي، هتلاقي الفلوس الحلال عمرها اطول وقيمتها اكبر. مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تقولش حاجه،
تقدر تمشي دلوقتي وتفوت عليا بعد يومين عشان تعرف الأخبار أول بأول. ربنا يسترها معاكي، ربنا يخليكي. على فكرة أنا أول مرة في حياتي أدعي لحد، مش عارف بقى ربنا هيتقبل مني ولا لأ. إن شاء الله هيقبل منك، خصوصا لما تكون توبة نصوحة. ايه يا عتريس، انت كنت فين؟ كنت في مشوار. كنت عند الست الظابط برضو؟ يعني عايزه منك ايه؟ هم حاطينك في دماغهم الايام دي ليه؟ ما فيش حاجة، ما فيش. طب اقعد اقعد. ليه، في إيه؟ الواد شرابي هجام السبتيه بعت لك تستناه، هو جاي حالا. ليه؟ ما قلت لك يا عتريس عشان عمليه الظاهر، بيقول لك عمليه فل. اقعد اقعد. هات الكوتشينه يا حامد. بس مش عايزين غش. قول لنفسك، واظن لو نقعوك في موارد برضه هتغش. حضرة المأمور في أوضته يا شاويش؟ لا يا فندم، خرج مرور. طب لما يجي اديني خبر يا شاويش، أنا في مكتبي. حاضر يا فندم. يا أهلا يا أهلا يا أهلا. السلام عليكم. صقر بيه؟ حضرتك بنت كوثر هانم؟ بالظبط كده. تعال امضي يا أستاذ صقر. حاضر يا عم محمود. يمضي على إيه؟ صار عنده سنة مراقبة في القسم بعد ما خرج من السجن. علشان كده بقى. حضرتك ظابط هنا مش كده؟ دي حاجة لطيفة جدا. عن إذنك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. يا ماما، ماما. أنا هنا يا وفاء. في إيه يا حبيبتي، رجعتي بدري ليه؟ الراجل يا ماما اتضح إنه كان محبوس ومتراقب في القسم. الراجل؟ راجل مين يا حبيبتي؟ الراجل اللي اسمه صقر. صقر؟ طب واحنا مالنا وماله يا حبيبتي؟ ده يعرف حضرتك وكان صاحب بابا. طب وفريدي؟ لا، انتوا تعرفوا حرامية ولصوص يا ماما. واحنا يا بنتي كل واحد نتعامل معاه او نكلمه هنطلب منه صحيفة سوابقه؟ حضرتك قلتي لي انه كان صاحب بابا. لا يا حبيبتي، كان والدك بيعرفه معرفة زي اي معرفة، واياميها كان راجل كويس، وبعدين افرضي بعد كده يعني انه انحرف ولا حاجة. طب ذنب بابا ايه وذنبي انا ايه؟ انا اسفة يا ماما، بس انا احرجت قوي. احرجت لما لقيت واحد سوابق جاي يسلم عليا في الاسم ويقول لي مش انت، ما انت كوثر هانم. طب ما انت طول النهار يا حبيبتي بتتعاملي مع حراميه ولصوص. ايوه، بس ما فيش صله بيني وبينهم، ده شغل. طيب يا حبيبتي، اذا كنت انت عايزه تحولي الحراميه لناس شرفة، يبقى عايزاني انا وباباكي نتعامل مع ناس ما يكونش في مستقبلهم حاجه وحشه. وحد ضامن يومه يا بنتي؟ حد ضامن بكره هيحصل فيه ايه؟ لما كنا بنعرفه كان راجل كويس، لكن بعد كده ما نعرفش حاجه عنه ومحدش يحاسبنا. يا ماما يا حبيبتي، انا ما اقصدش، انا بس انفعلت. يا حبيبتي انت مسموح لك تعملي فيا اللي انت عايزاه، انا بس بفهمك عشان عايزه اريحك. مرة تانية انا اسفة يا ماما، والظاهر اني هفضل اتعلم منك لاخر العمر. على رأي حضرتك، ازاي هتعرفي ان واحد هينحرف في المستقبل؟ معلش يا ماما، انا اصلي خدتها بحساسية زيادة شوية. ولا يهمك يا حبيبتي، ربنا يستر. نعم. يلا يا حبيبتي غيري هدومك علشان جوزك لما يجي